ما يقدر أحد ينكر تفاصيل فاجعة كربلاء، وما يقدر أحد يغير بيها أو يحرف إلا إذا عنده هدف، والهدف هذا نشر الطائفية واستفزاز الشيعة. عداي طلعها كلش من ماعونها وبين نفس الطائف والحاقد على آل البيت وكل الموالين. لما خرج هذا الجيش وخرجوا هؤلاء القادة أن يرفقوا بالحسين، يعني هم لم يريدوا قتالا وأرادوا الأمور أن تكون سلمية، كانوا يعرفون ما تؤول إليه الأمور. فقيادة الشام لم توصي بقتل الحسين أصلا، يعني حتى يزيد لم يوصي بقتل الحسين. أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين؟ بئسا لكم ولأعوانكم. عداي اسمع، ما تقدر تقنع 10 من هاي الملايين الموالية، ما تقدر تحرف ولو بجزء قليل من مصيبة كربلاء. ايش تنكر استشهاد عبد الله الرضيع؟ طفل ينذبح بسهم؟ لو الإمام الحسين والتمثيل بالأجساد الطاهرة؟ لو تريد تجمل صورة أجدادك السبايا شنو تقدر تقول عليها؟ 3 أيام آل بيت الرسول وأطفال الإمام الحسين وأطفال أصحاب الإمام والنساء بدون طعام وشراب. جفوف الإمام العباس شو تقول عليها؟ بس لا الطف أصلا ما صاير. عداي سوالف العرعور لا تجي تكحلها وتمشيها علينا أبد ما ترهم. أنت ويزيد والبرجلي وعمامتك البنفسجية راح تبقى للفتن، ومستحيل راح أحد يسمح لك تمس العقيدة. وترى احنا منشغلين بعزائنا وبمصابنا وما نلتفت للعوي. ترى قبلك نبحى وهواي ومسيرنا ما انقطع. وهاي الجموع المليونية نهر يجري باتجاه الإمام الحسين لتجديد العزاء.